يقول السائل: هناك برنامج تلفزيوني في قناة السعيدة اليمنية سيعرض في رمضان فيه مسابقات للنساء والرجال، وانتشر فيديو لبعض فقرات ذلك البرنامج، فيه مجموعة فتيات داخل ملعب في تعز، فتيات فوق سن البلوغ، بعضهن كاشفات الوجه، وبعضهن مبرقعات، ومعهن كرة يلعبن بها بشكل مسابقة غير لعبة الكرة المعتادة. وهناك جماهير نساء ورجال يشجعونهن بالتصفيق والضحك والصياح الكثير، كما يحصل في تشييعات الملاعب، علما بأن البرنامج يتم الإعداد له لعرضه في رمضان القادم. ما حكم ذلك، وما نصيحتكم للقائمين على ذلك الشيء؟ أولا، نصيحتنا أن لا تلتفتوا إلى هذه البرامج وهذه المسلسلات، فإنها ضياع وقت، وبعضها فيها زور، وبعضها فيها صور ذوات أرواح ونساء وغير ذلك. فلا ينشغل الإنسان الذي يهمه وقته ويهمه الحفاظ على عمره وعلى سلامة قلبه، لا ينشغل بهذه المسلسلات ولا بألعاب الكرة ولا من هذا شيء. ثانيا، هذه الأعمال فيها تجريء وتوطئة وإرهاص لنشر المنكر، فيها توطئة لنشر المنكر وترويض النساء على الاختلاط وعلى الجري أمام الرجال. أجمع العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تسعى في المسعى، أن تجري في المسعى بين العلمين، نقلوا هذا. ولا كذلك ترمل في طوافها، حتى وإن كانت آفاقية قدمة من الآفاق، ما ترمل، لا رمل عليها، لا رمل يعني لا بطواف البيت ولا بين الصفا والمروة، لأنها عورة. فإذا كان هذا في العبادة فإنه لا يجوز في المعصية من باب أولى. ولا يجوز كذلك أيضا أن يكون مثل هذا من الرجال، لعب من الرجال بما فيه من ضياع الوقت، وبما فيه من القمار، وبما فيه من العصبية المقيتة، وبما فيه من تقليد الكفار، وبما فيه من إتلاف الأموال في غير موضعها، تنفق وزارات تقوم أموال طائلة تجعل، وبما فيه كذلك من إشغال شباب المسلمين بل وشيوخهم وسائر الناس عما يعنيهم من حسن إسلام، وتركه ما لا يعنيه. إذا كان هذا في حق الرجال فوالله في حق النساء من باب أولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية كانت في عمى، الجاهلية كانوا أمواتا، أحيانا الله معشر المسلمين بهذا الدين، فلماذا نبتغي في الإسلام سنة الجاهلية؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. ألا فاتقوا الله أيها الناس، وجانبوا هذه المهازل وهذه الألعاب بالعقول وبالأوقات، وجانبوا وكذلك أيضا الضعف في جانب الغيرة، فإن الغيرة على المحارم من الدين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه غيور وأنا غيور والله أغير. فليس من الغيرة أن تجعل ابنتك ترفل أمام هنا وتجري هنا وتركل هنا وتجري. نعم، والناس ينظرون رجالا ونساء إلى هذه الأعمال، ويشجع المشجع وهي كاشفة الوجه، وما منها واحدة تستطيع أن تجري وهي مخمرة، وحتى لو كانت في خمار ما يحل لها ذلك. والله المستعان. هذا يا أخوان مكيدة، هذه مكيدة لبلاد المسلمين، ما يدرون كيف يجرفون نسواننا وبناتنا وأبناءنا، بل يريدون أن يجرفونا إلى أن نصير نهرول بعد الدنيا. وكيف يشغل هذا الداعي إلى الله بالدنيا، وكيف ينصب. أنت يا شيخ والله الناس بحاجة إليك، نحن نحتاجك. إيش تحتاج؟ يعني أن تكون كذا وكذا مسؤولية، يعطيك مسؤولية ضخمة، يضيعك بها، وضاع العلم، وربما ضاعت الاستقامة، وربما قسى القلب. يا أخوان والله أن الإنسان ربما يخالط لك أناس بين حين آخر ما يدري إلا وقد حصل قسوة في القلب، بالبعد عن حلقات العلم، بالبعد عن الدعوة، بالبعد عن المكتبة والمراجعة القرآن، يحصل قسوة. الإيمان يزيد وينقص، أليس كذلك أم لا؟ يزيد ينقص، يزيد بالطاعة، يزيد بالمثابرة على الخير، وينقص بالغفلة. فما بالك أن تكون في جلسات من جلسة إلى جلسة إلى جلسة كلها ما فيها إلا السياسات والفندمة وما إلى ذلك، والأبهات والنظر إلى الدنيا والتباهي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.